يا مساء النور، سلام سلام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. من كبيركم لصغيركم كي غاديين مع هاد الصهد مع هاد الاجواء، كنتمنى تكون احوالكم طيبه. اليوم ان شاء الله نشارك معكم طريقتي في الفريت. طبعا الصيف هذا خصوصا الوليدات الصغار وحتى حنا الكبار كنبغيو الفريت يكون مرافق لاي طبق، ولكن يكون حتى هو زوين وما يكونش شارب قوه الزيوتات. طريقه كتجي زوينه. اغلب الناس اللي ما كيبغيش الفريت في الفران ولا هاد الطريقه كتجي زوينه وكتجي لذيذه، واهم حاجه كيكون مقرمش وما شاربش الزيت. كناخذوا كاسرونه عاديه، كنديروا فيها الماء، كندير فيها واحد الكميه ديال الماء على قد الفريت اللي عندي، وكنضيف معها معلقه د الخل. اي خل عندكم، الخل الابيض، الخل العادي، هذا اللي استعملت انا، اي خل. كنضيف هذيك المعلقه الخل تقريبا، وكنزيد عليها الفريت ديالي وكنحطو باش يتسلق. مي فاش كنقولوا يتسلق يعني غنحطو فوق البوطه حتى كتطلع فيه ديك الغليه ديالو، وكنزولو وكنحيدوه من فوق البوطه. ما نخليوهش حتى ديك البطاطا تلصق او تعجن مع بعضياتها، تما كيكون صافي كتولي صعيب انه نبقاو نتعاملوا معاه. يعني نحيدوه نزولوه من الماء ونسقطروه ينشف ونعاود نقليوه، كتولي صعيبه. البطاطا تكون باقا شاده في راسها، غير كنحطوها فوق البوطه كتطلع فيها الغليه كما كتشوفوا معايا دابا. يعني كتبدا كتغلى وكتطلع مع هاد الكشكوشه. صافي ملي كتبان ليا تحركات في الكاسرول كامله كنزولها ونعملها تسقطر كما كتشوفوا هكا. كنعملها في شبيكه وكنخليها كتسقطر مع كتكون مازال سخونه، يعني دغيا كتطلق داك الماء ديالها. ما كتبقاش ما كتصعبش علينا الامور، دغيا كتنشف. صافي غير كنزولها من الماء ونعملها في شي شبكيكه هكا باش تسقطر. كنشعل على المقله ديالي، كنشعل على الزيت باش يسخن. دابا غادي نبدا نقلي، غنوريكم كيفاش. صافي درت الزيت بدا كيسخن وكنبدا نهز لانها سخونه، ما يمكنش نهزها بايدي. كتشوفوا البخار ديالها مازال كيطلع. عندي هاد الصفاي كنهز وكنحط في المقله ولا في الكاسرول اللي كتقليو فيها. كنحط فيه، شفتوا راه الزيت سخون، شفتوا كيفاش داير. صافي غير كنحطها كتبدا كتقلى وكنبقى هكا مره كنحركها غير باش الحبات ديال البطاطا كامل تقيسهم الزيت. يعني ما تكونش وحده قيسها الزيت ووحده لا. صافي ودابا غنخليها، ما نبقاوش نجيبوا فيها نحركوا فيها تبدا تهرس لينا ديك البطاطا ولا لا. حطوها في الزيت، قادوها وخليوها كتقلى. راه غادي تقلى مزيان وما كتحرقش، كتبدا تقلى شويه بشويه، هي باقا بيضه وكتبان تحس بها تقرمشات وتقلات. صافي من بعد ما كتبان لكم البطاطا بدا كيدخلها الطياب، يعني بدات كتقلى مزيان، كنحركوها هكا واحد شويه. ملي كتبداو تحركوا فيها كتسمعوا القرمشه ديالها وهي باقيه في الزيت، كتحسوا بها انها صافي بدا كيدخلها الطياب. كما كتشوفوا اللوين ديالها، يعني كيبان لكم مازال اللون ديالها عادي، ولكن فاش كتقربوا ليها كتحسوا بها انها تقرمشات. كنزيدها واحد شويه ديال الطياب. من بعد ناخذ زويف، اي زويف يكون عندكم، يكون نقيقه، تكونوا مخلينه غير هكا غير المقليات، ولا كنديروا في واحد الشبيكه وكنبدا نهز البطاطا ديالي ونحط فيه هذاك الزويف. كيجر الزيوت اللي كتكون باقا لاصقه في المقليات ديالنا، سواء كان الدنجال سواء هكا بطاطا سواء اي حاجه، كيجر دوك الزيوت الزايده وكيخليها تجي مقرمشه اكثر والمذاق ديالها يجي زوين. صافي كنخليها هكا في هذاك الزويف، كنحيد الباقي وكنبدا نزيد القليات اللي باقيين من بعد، يعني في نفس الزيت، في نفس درجه الحراره، في نفس كل شيء. وهذا هو الشكل النهائي ديال البطاطا. كتجي من نظره باينه ناشفه مقرمشه. ترافقوا بها الاطباق ديالكم يا رب بالصحه والراحه والعافيه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا، وشكرا على المشاهده ديالكم.